السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض قمر الدين. بصوا دوت قمر الدين، بس الاسم بتاعه هو بدر الدين، الشركة بتاعته يعني. او طبعا احنا قمر الدين دوت بنعمله في رمضان، وانا الفيديو كنت مصوراه من رمضان، بس التأخير شوية في ان انا اتكلم عليه وكده اخد معايا وقت كبير، وما كنتش فاضيه الفترة اللي فاتت كلها عشان الامتحانات وكده. فان شاء الله هو النهارده هعمله لكم، هقول لكم الطريقه عملتها ازاي في رمضان. اول حاجه بتجيبي كوبايه ميه او كوبايتين ميه كده، كميه ميه بسيطه مش كتير، على حسب ما انت ايه هتستخدمي الكميه. مثلا الكيس اللي قدامنا دوت هنستخدم له بتاع كوبايتين ونص ميه كده. وبعد كده هناخد كيس قمر الدين وهنفتحه زي ما احنا شايفين كده. طبعا زي ما قلت لكم دوت ايه بدر الدين، يعني نفس الماركه كده، بس ماركه بدر الدين، بس نفس قمر الدين يعني، اهو زي ما انتوا شايفين الورقه بتاعته. وبعد كده هناخده ونفتحه كده واحده واحده عشان متقطعش مني. وطبعا الحاجات دي كلها تاكل منها اختي الصغيره طول ما هي قاعده عماله تاكل وتشد منه وتاكل دوت ايه كده بقى. هو زي ما احنا شايفين هنفتح بالطريقه ديت، اللي هو نبقى بالراحه علشان ما نبهدلش نفسنا. يعني انا بعمله قعدت اعمل بالراحه كده واحده واحده علشان اللي هو ما قطعش البتاع يعني مني او حاجه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه جديده انا بنزلها. ويا ريت تقولي رايكم ايه في الفيديوهات بتاعتي، ويا ريت تشجعوني وتتفرجوا على الفيديو لحد للاخر. كده اهوت انا خلاص فتحته. وبعد كده بقى ان احنا عايزين دلوقتي ان احنا ناخد الكميه دي نحطه في الميه، بس انا مش عايزه احطه في الميه وهو كامل كده على بعضه، علشان احنا عايزينه اللي هو يدوب بسرعه يعني، ويبقى معايا ما يغيبش معايا على في الميه على ما يدوب. فهقطعه قطع، هقطعه قطع كده اللي هو ايه تبقى القطعه ديت تدوب بسرعه. وزي ما انتوا شايفين اهي اختي برضو عماله تاكل في البتاع، مش مشكله، هي اصلا يعني هي بتحبوا تاكلوا كده اكتر ما بتحبوا يبقى عصير، لكن احنا بنحبوه عصير. اهو تقطعيه قطع صغيره شبه ما انت شايفه كده، علشان القطع الصغيره تدوب بسرعه معاكي وما تقعدش وقت طويل. يعني لو انت مستعجله عليه تقطعيه وقت قطع صغيره، مش مستعجله عليه قطعيه قطع كبيره شويه براحتك، بس الاحسن انت ايه قطع صغيره كده عشان ما يغيبش معاكي، ما ياخدش وقت معاكي يعني في ان هو يدوب وان هو يتعامل معاكي. اهوت كده احنا هنقطع كل الكميه بتاعت قمر الدين وهنحطها فين في الحله بتاعتنا اللي احنا جايبينها. وطبعا فوائد قمر الدين دي كتير، وكمان ان هو يعني طعمه جميل قوي، وبجد يعني حاجة حلوة قوي وبيحسسنا برمضان كده. اهوت هنقطع بقى الكمية بتاعتنا كده كلها وهنحطها في الحلة اللي فيها المية، اي حاجة تجيبها فيها مية وتحطي فيها يعني. شوف انت عندك ايه، عندك حلة، عندك بولة، عندك اي حاجة براحتك خالص اللي عندك تحطي فيه. ونحاول كده واحنا بنقطعهم ان احنا نفرقهم في المية، نحط يعني نحاول ان احنا نفرقها في المية علشان اللي هو ايه زي ما قلتلك يدوب معانا بسرعة. وكده كان معايا اخر حتايات بقطعها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا احنا عارفين ان احنا مش بنحطه على في الحله كده عشان نحطه على النار، لا طبعا انا قلتلكوا ان هو يا دوبك ميه عاديه جدا ولا ساقعه ولا دافيه، وهنحط فيها قمر الدين كده
ومفيش ميه ولا هنستخدم ميه ولا هنستخدم قصدي نار ولا اي حاجه. هو الميه وقمر الدين كده، ونسيبه ساعتين 3 لحد ما يدوب معاكي. وممكن كمان لو انتي مش مستعجله عليه ممكن تسيبيه مثلا تعمليه بالليل وتاخديه الصبح، يعني على حسب تعمليه الصبح وتاخديه تعمليه بالليل. يعني تسيبيه حبه كتار، يعني تسيبيه مثلا 6 ساعات او في الميه كده يعني. زي ما قلتلكوا عشان محدش ينسى، محدش يحطه على نار، ما بيتحطش على نار. وبعد كده هنجيب كوبايه الميه، كوبايه السكر ديت، كوبايه سكر كبيره كده زي ما انتوا شايفين، ونحطها عليه علشان يحلي معانا. هو اصلا محلي بس يحلي اكتر يعني. بس ونسيبهم كلهم كده يدوبوا في بعض بقى. بس هنسيبهم بقى ايه زي ما قلتلكوا وقت كده لحد ما يدوب، على حسب ما يدوب معاكي. ممكن ياخد 3 ساعات 4 ساعات. ممكن تريحي نفسك انتي وبتعمليه بالليل مثلا، تاخديه بقى تحطيه في الخلاط تعمليه عصير الصبح، على حسب ما انت عايزه وعلى حسب ما يتعمل معاكي. كده هوت داب معايا شويه. هو اصلا المفروض ان هو بيدوبش اكتر من كده، بس انا كنت مستعجله عليه ومكنتش في وقت ان انا استنى، فاضطريت ان انا سبته ساعتين فقط. وبعد ما داب معايا كده، داب يعني كميه اكتر كميه دابت معايا، وفضل حاجات بسيطه خالص زي ما انتوا شايفين. قلبته تقليبه كويسه قوي كده زي ما انتوا شايفين. واتبقى معايا حاجات بسيطه اللي هي ما دابتش، مش مشكله خالص، مش هتفرق معايا في اي حاجه. هاخدها وهحطها في الخلاط وهي كده كده هتدوب معايا، وهيبقى 100 100. بعد كده هو زي ما انتوا شايفين حطيت الكميه بتاعتي في الخلاط، وهنضرب الخلاط بقى. بصوا ده اكتر كميه دابت، بس فيه برضو اكيد مش كله هيدوب. بس هو انا كده بضربه في الخلاط. بصوا لونه بقى فتح وبقى جميل ازاي. لونه بجد جميل جدا وانا بجد حبيته، والاطفال عندنا في البيت اخواتي الصغيرين حبوه جدا وعجبهم قوي يعني، وعجبنا كلنا الصراحه وحسيناه جميل جدا. وبعد ما عملناه اهوت احنا صبينا الكوبايات وهنقدمها بقى لينا كده ونشربها. بجد كان حاجه جميله جدا. ويلا ما انا كده خلصت وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه بتاعتي وتضغطوا لي لايك وتتفرجوا على كل فيديوهاتي للاخر. وانتوا اكيد اللي وصل الحبه دولت يبقى اتفرج على الفيديو بتاعي لحد الاخر. شكرا جدا ليكم ومع السلامه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. وما تنسوش تعملوا لي لايك. مع السلامه.